عندنا مشكله اسمها ميدو دلوقتي، مشكله ازاي ميدو ما مضاش، ازاي ميدو ما خلصش، ازاي البطاقه الدوليه ما جتش، او اللي زي ما قال الكابتن عزمي في ورقه ضايعه. كابتن مدحت شلبي شرحها 13 مرات. صحيح. اصل المفروض في كذا، وفي عقد ثلاثي، في عقد ميدو ما بين النادي. انا عايزك تشرح للجمهور الزمالك بالتحديد واحنا كاعلاميين من المخطئ، وازاي ميدو لحد هذه اللحظه ما تأيدش. وبعدين كان في فتره بعد الثوره الكبيره اللي حصلت في مصر، فتره يحصل عمليه القيد فيها، ليه ما حصلش؟ مساء الخير يا كابتن، ومساء الخير لكل المستمعين. وفي البدايه بس بهني جماهير نادي الزمالك. اليوم فريق الهاندبول فاز بكأسي السوبر الافريقي ما شاء الله، مبروك. وكأس ابطال الكؤوس. نزل لنا تهنئه يا استاذ محمد، نزل لنا تهنئه لنادي الزمالك. ده بس الاول. لا مبروك طبعا، حاجه تسعدنا. طبعا بهني برضو الجماهير ببقاء الزمالك على قائمه الدوري، ودي الحمد لله يعني ما حصلتش مزيد من من 6 سنين. الانجازات الحمد لله. يعني يمكن هذا العام عام مميز للفريق، وانما عن استقرار في الاداء والجهد اللي مبذول يعني. طبعا كابتن ميدو ده حاجه مهمه جدا للكره المصريه ولمنتخب مصر ونادي الزمالك. يمكن احنا قبل ما اقول التفاصيل، هو في الالتماس اول تم تقديمه من اتحاد الكوره، وده لجنه شؤون اللاعبين الاتحاد الدولي ردت موقفها كما هو عليه، لسه عدم الارسال. اتعمل مذكره من نادي الزمالك من خلال اتحاد الكوره وارسلت، واليوم تم التماس شخصي، لان الاساس ان اللاعب المحترف لازم يلعب. احنا مستنيين الردود ديت في الفتره الوجيزه او خلال هذا الاسبوع، بالاتفاق طبعا تعاون ما بين الزمالك واتحاد الكوره. لو ما فيش استجابه ايجابيه، احنا كزمالك ومجلس اداره بنلجا الكاس اللي هو المحكمه الدوليه لعمل بطاقه دوليه خلال اسرع وقت ممكن، مؤقته للفصل في هذا الموضوع، اللي هي لحين فتره القيد الاخرى، اللي هو طبعا احنا حضرتك فتره القيد الفتره الاولى الحاليه او اللي كان متفق عليها من يناير لشهر 6. طبعا الموسم توقف حتى نص ابريل، يعني الفتره كلها بقت من نص ابريل لغايه 6 لتحديد فتره القيد الاخرى، بس عشان يبقى الفتره الزمنيه قد ايه والدوري توقف قد ايه. ده المبدا او الغلاف اللي عايز ابدا فيه يعني، او ابدا منه. التفاصيل وايه اللي حصل، وده يمكن يهم حضرتك. احنا مش في محك طبعا خلاف او مين السبب، في الاخر احنا اللاعب بحجم كابتن ميدو يلعب، يعني ده الهدف. لكن في بعض الظروف، يمكن احنا بدأنا بالشيء الصعب جدا. الشيء الصعب جدا هو بالتعاون مع الكابتن ميدو، يمكن هو في بره في اوروبا في اياكس، ان احنا عملنا العقد الثلاثي وخاطبنا فيه ميدل، وطبعا مساعد نفسه. الجزء الاولاني الست شهور الاولى تم الانتقال على سبيل الاعاره، واعاره فري اوف بيمنت، يعني من غير مقابل مالي. فبالتالي ده الجزء الاول في ان عدم تحمل جزء مالي، لان لو في الظروف العاديه في انتقال ميدو. الست اشهر اللي راحوا في ميدو فين؟ اللي راح فين؟ انجلترا؟ اللي من اياكس لميدل سبرا. من اياكس وبعدين هو النادي الاساسي بتاعه ميدل سبرا. طب برضه عشان انا كميدو معايا على الهوا مع حسام، برضه عشان نوضح الرؤيه للناس اكتر. كتب في الجرائد المصريه ان ميدو كان بياخد 1000 جنيه استثنائي في الاسبوع. لا هو ميدو دخل، ما انا برضه عشان بصفتك راجل مسؤول، يعني انت راجل مسؤول، ما عندكش فكره عن الموضوع دوت؟ لا ميدو مش بياخد برضه، صح، بياخد 49 من الناحيه الثانيه، بياخد الاساس عقده كامل، الراتب من ميدل سبرا، وبياخد عقده كامل. دي حاجه اخرى. انما طبعا اللي اتقال ده يعني برضه بيتقال، انما هو مش صح. الصح ان هو بياخد عقده من ميدل سبرا. ليه نجم كبير زي دوت ليه نقلل منه؟ ولا ليه كابتن ميدو يفضل كابتن ميدو، محدش يقدر يقلل منه. وحضرتك لما نيجي بالتاريخ، كام لاعب لعب فتره زمنيه احترافيه بالشكل ده، وهو لعب على فكره. انت عارف حضرتك ان هو خرج من 17 سنه، عارف. ويمكن من 17 سنه بحكم التعاقد بتاعه بدا مع كل انتقاله كان في فلوس بتدار بحكم لنادي الزمالك، فيعني افاد نادي الزمالك يعني. زائد الفتره الباكج اللي طلع بيه كاحتراف، حاجه يعني كويسه لمصر، وكانت صوره جيده لمصر ان لاعب زي كده بالشهره ديت يعني. طبعا الجزء الصعب اللي في الاول اتعمل بالمناقش انتقال ميدو للزمالك فتره الاعاره 6 شهور الاولى، واتعمل عقد مع نادي ميدل سبرا،
وده كان العقد الاساسي، وان ال6 شهور بيتتبعهم انتقال نهائي نادي الزمالك فري اوف بيمنت، يعني بدون ما ندفع. مقابل. وده طبعا توفير حاجه كبيره جدا لنادي الزمالك، لان لو في الظروف العاديه ندفع فلوس كتير يعني. وبرضو من التفاصيل الاكتر اياكس امستردام جبنا منه كنسله لعقد ميدو الفتره الزمنيه. في الفتره دي كانت 25 يناير، ما كانش لسه حصل ايقاف للسيستم عشان السايتس او سوري الانترنت كان مقطوع يعني. حطينا الحاجات دي، او الشخص اللي مسؤول حط المستندات ديت على طلب البطاقه الدوليه. ده الشخص المسؤول ده اللي هو في نادي الزمالك. حط ده بالتنسيق طبعا مع اتحاد الكوره في الفتره اللي كان مفتوح فيها السيستم يعني. التفاوض الشخصي مع ميدو وصل لغايه يوم 30. الفتره دي من 25 بعد 25 يناير ولا امتى؟ من 25 يناير تقريبا. يعني بقى يعني في 25 كان مقطوع. ما قبل 25 يناير خلصنا ده. يعني ما قبل 25 يناير خلصنا ده. الفتره من 25 ل 28 بدا ميدو التفاوض معاه. يوم 30 تقريبا عملنا العقد بتاع ميدو. كان حصل قطع للاتصالات في مصر. في الفترة دي بعتنا احنا كزمالك للاتحاد الكرة بنقول خدوا بالكم الاتصالات قطعت، وفي فترة الانتقالات اطلبوا فترة استثنائية بجوابات رسمية من نادي الزمالك يعني لاتحاد الكرة. اطلبوا فترة استثنائية وتقولوا لنا. انا باكد تاني لا خلاف، احنا ماشيين مع اتحاد الكرة وفي مساعدة في الامور تتحل يعني. اللي حصل طبعا طول الفترة الزمنية ما كانش في اعلام امتى هيحصل ان استثناء الفتره الاستثنائيه امتى واستئناف الدوري. لعبنا الماتش بتاع تونس وحصل اللي حصل، واحنا طبعا اخدين نهج تسويق شويه، لان انت عارف حضرتك السوق لما وقف اصبح هناك يعني عدم ضخ اموال في يعني انشطه تسويقيه اخرى. بدا يبقى عندنا استراتيجيه ثانيه وهو الخروج لتنميه شعبيه الفريق نادي الزمالك وعمل عقود خارجيه. فكان عندنا ارتباط ثاني يوم على طول. اللي حصل بعد ماتش تونس طبعا خرج منطوق رسمي بالتفكير في تأجيل الدوري فترة يعني غير معلومة يعني. أعتقد كلنا متفقين على هذا النحو. نادي الزمالك طبعا في شيء جميل جدا، التزام احترافي. تاني يوم بالظبط كنا مسافرين رحلة السعودية والكويت. ده بالتاريخ 3 الماتش كان 2 سافرنا 3-4 وبرضه لا علم على الاستئناف اي نشاط او دوري او الى اخره، لكن تم تسجيل حق اللاعب وتعاقده في الفتره دي. العقد اللي موجود تم وبعتنا جواب ان احنا بنحتفظ بتسجيل اللاعب في الفتره ديت على اساس بعت لاتحاد الكره ولا الاتحاد الدولي؟ من خلال المنطقه الاول، لان الاتحاد الدولي خلاص ما فيش سيستم، لكن مراسلاتنا اتحاد الكره. سافرنا يعني البرنامج التسويقي لنادي الزمالك يوم 7/4 مش عارفين في فترة استثنائية ولا ما فيش فترة استثنائية عشان يبدأ يعني دخول أو التفاعل مع النظام يعني. يمكن بعتنا جواب 7/4 بنقول احنا مش عارفين لغاية دلوقتي في فترة استثنائية ولا لأ. حصل ان هو فتحت الفترة من غير برضو إعلام معين يعني ما فيش، ما عرفناش ما تعرفش امتى نظام الانتقال هيبدأ وفي فترة، وهل هي الاتحاد الدولي كان مرة واحدة قال بكرة ولا كان المفروض في ترتيب قبلها. مين اللي ما عرفش يا دكتور؟ انتوا كنادي الزمالك ولا اتحاد الكوره؟ لا كنادي. واتحاد الكوره ده عارف طبعا. عارف طبعا. ما هو طب يعني اتحاد الكوره ما بلغكش؟ لا ما فيش حاجه، احنا بعتنا 7/4 جواب لاتحاد الكوره بنقول قول لنا الفتره الفتح القيد امتى عشان يعني نأهل نفسينا ويبقى الناس موجوده يعني. ده القيد انت بعت 7/4. 7/4 اوكي. طب القيد كان من كام بقى؟ من 8 ل 12 12/4. طب انتوا ما عندكوش علم بالفتره دي ان فيها قيد؟ لا ما فيش. اتعرف من الجرايد طبعا، كلمنا من بره اللي موجودين في الكوره هنا يعني كل كتب في الجرايد يا دكتور انتوا ما تعرفوش؟ كتب في الجرايد ان في فتره قيد اتفتحت. المفروض احنا عندنا اعلام من امتى لامتى، عشان كده بعتنا 7/4. ما هو في ناس كتب في الجرايد 13 كتب في الجرايد 14. اتحاد الكوره اتصل بمدير الاتحاد قول له كتب من 9 لا على فكره المهندس ابو صلاح متعاون جدا وقعدنا معاه وقعدنا مع الاستاذ في تعاون يعني. ما بتكلمش يعني انا قلت لحضرتك لا خلاف واحنا ماشيين في اتجاه واحد يعني عشان برضو يبقى في الصوره يعني. بعتنا الناس من هناك يعني، واحنا هناك على اعتبار يعني انهاء اجراءات بداوا يتعاونوا مع القسم الموجود في الاتحاد.
على ادخال البطاقه، وعلى طب في مشكله الرد ايه. فكان الرد ان هو الاتحاد المصري فيه اكتر من حاله، في حوالي 4 أو 6 طلب غيركم، وعشان هو يمكن دي فتره استثنائيه جديده في التعامل على النظام، وانتوا بعتوا ولو في حاجه احنا يعني بنتابع، لان حاله بتتعامل مانوال وهيترد عليكم. يمكن من هناك برضو بدأنا اتصال بالناس لدرجة ان احنا اللي كان بيخرج من هناك بالتليفون لا، وخدنا نفس الإجابة. يوم 12 بعتنا جواب تاني من نادي الزمالك نقول احنا سامعين هو 13 14، قولوا لنا يعني قولوا لنا امتى النهايه بالظبط. قيد. عشان كده احنا جينا من رحلتنا 12، يمكن 13 كنا هناك في الاتحاد، ويوم 12 برضو حد راح تاني من النادي علشان متابعه. يعني البطاقه ما جاتش ليه؟ لان في ماتش، يعني اخد بال حضرتك. فبرضه لسه ما جاتش، فاتصلنا احنا بالاتحاد الدولي مباشره. يعني احنا مالناش حق الاتصال المباشر بالاتحاد الدولي. انت اتحاد الكوره يعني؟ من خلال، واحنا يعني انا شخصيا اتصلت بالاتحاد الدولي وكلمنا شؤون اللاعبين، فهم الاجابه قال ابعتوا لنا الجواب اللي هو فيه فتره استثنائيه من الاتحاد، وده كان يوم 12 بعتوه يعني يوم 12 مش قبل كده. وكلمت اللي موجود قال ابعت العقد الثاني، يعني احنا بعتنا من النادي وميدو. ابعت العقد الثاني، بعتناه يمكن فاكس من بره حتى علشان موجود. بدات اول استجابه ان هو انتم مشيتوا ودخلتوا بياناتكم في 9 ودخلتوا بياناتكم في 11. طبعا اللي كان بيدخل بيتابع مع الاتحاد، هو صح. يعني في جزء يعني عندنا وفي جزء عند الاتحاد عشان ما يبقاش في تنصر في حاجه. يعني زي ما الكابتن عزمي قال لك يعني انا مش بذكر يعني انا بتكلم تفاصيل، لكن في الاخر هو طلع قال الكلام ده يا دكتور. تمام. لكن احنا يعني انا بتكلم في حلول دلوقتي ماشيين مجدولين فيها. والاساس ان احنا كنا خلصنا كل حاجه في شهر يناير. مش الاساس ان احنا نيجي لشهر 4 ويكون بنكمل او نص 4 والقيد بينتهي في 6. يعني انت فاهم يعني برضو فتره بعيده عننا وبعيده عن ايد الاتحاد وبعيده عن اي حد، عن نادي الزمالك، ان هو يحصل اللخبطه ديت. يعني ما قبله تم، يعني كان في عديه تم بنجاح. خلص عديه. رحيم نقلناه برضو بشكل بنجاح، وما قبله عماد محمد. يعني عماد محمد وعمرو زكي قد حالات تانية. عماد محمد احنا حطينا بياناتنا صح، تمام. لو تفتكر حضرتك ان هو فضل 5 مرات ما لعبش في الاتجاه الاخر، لان لازم تحط بيانات جنب بيانات. لا الفلوس ارسلت لنا في وقتها. كان في مشكله على الفلوس. ما كانش في مشكله في الفلوس، هو الفلوس دخلت نادي الزمالك، لكن هناك كتبوا بيانات غير اللي مكتوبه، غير موازيه من عندهم يعني. والقيد خلص. الغريبه بقى ان فتره القيد انتهت، وقدروا او تم مع الاتحاد الدولي ان هو بمراسله تاني معانا وصلحنا البيانات مع بعض، وتم قيده كاعاره الفتره اللي يعني في واقعه عماد محمد. عمرو زكي ما قبله برضه كان في لان السيستم كله يعني تم تفعيله بشكل كامل في اكتوبر اللي فات، يعني مش فتره طويله يعني. عمرو زكي كان لانتقاله من نادي الاخر وجه، وبرضه حصل ان هو ما جاتش، وفضل الفتره المتبقيه من القيد لغايه لما اكمل. انا بدي بس ايه وقائع امثله يعني عشان نوصل لميدو يعني عشان يبقى نوصل لميدو. طبعا لما كلمنا الاتحاد الدولي والمسؤول شؤون الموظفين، هو ذكر يعني ان هو بيحاول يتصل عشان يقول ايه الاوراق ناقصه للاتحاد، لكن ما كانش حصل استجابه يعني. طبعا انا لما جيت 13 وبدانا نتابع يوم 13 ده الحقائق دي تم اكتشافها يعني. بدأنا نضغط بقى في طلبنا وفي ورقنا، ونبدأ يعني نقعد مع الاتحاد. طب ايه الخطوات 1 2 3؟ كان في مساعدة زي ما قلت لحضرتك من المهندس أبو صالح والأستاذ سمير، واتبعت أول مذكرة من الاتحاد اللي بيها جه الرد على الاتحاد ان هو الموقف كما هو عليه وده خارج فترة القيد. عملنا احنا مذكرة قانونية لسه ما تردش عليها، مذكرة الاتحاد من مذكرة من نادي الزمالك بعتناها من خلال الاتحاد الدولي، من خلال الاتحاد يعني. بس بعتناها من خلال اتحاد الكوره. في مذكره النهارده اتبعت تاني اللي هو التماس شخصي من اللاعب نفسه، ده مهم جدا ان هو يكتب على اعتبار اساس تسجيل اللاعب. بننتظر الاسبوع ده الالتماس الاخر اللي هو اللي موجود، ونفس الاسبوع برضو ان شاء الله بنعمل التماس للمحكمه الرياضيه في الاتحاد الدولي، ان احنا بنطلب بطاقه مؤقته لحين الفصل. طبعا ان احنا نلحق الدوري، فالطريق ماشي او الشكل الايجابي ان شاء الله. ياخد قد ايه الوقت ده؟ احنا عاملين يعني فتره الاسبوع دوت وبدايه الاسبوع الجاي ان احنا نكون الموضوع ان شاء الله نحاول ان احنا بكل تركيزنا احنا ننهيه. ده انا بتكلم حضرتك احنا وقفنا لغايه فين دلوقتي. بس يعني موقف ميدو الشخصي ايه؟
يعني بص حضرتك ميدو في اولا الاسابيع اللي فاتت بيروح مع كابتن حسام الفرقه وموجود اللاعب رقم 19 او رقم 20 وبعد كده بيمشي، ده مش حاسس ده ممكن ياثر على ميدو نفسيا؟ بص حضرتك اولا ميدو فعلا لاعب محترف جدا. طبعا.